شوف، اغلبنا شاف النظارة اللي تخلي الناس يحركون ايدهم بعشوائية. عرفت شنو هاي؟ وليش هيك يحركون بايديهم؟ بعض الاشخاص قالوا هذا الاختراع راح يغير من طبيعة البشر وراح يفصلهم عن البيئة الواقعية وينقلهم الى بيئة افتراضية تماما، يعني يعزل البشر عن بعضهم بسبب هاي التقنيات. وبعضهم قالوا انه هي مجرد تقنية ما راح تأثر على البشر لان البشر هو اللي يتحكم بيها. انت شنو رأيك بالموضوع؟ اكتب لي بالتعليقات. اتمنى تفكر بعمق قبل لا تكتب شيء. هسه فهمونا ليش كل واحد يلبس نظارة يقوم يحرك بايده مثل الروبوت؟ وشنو الفيلم؟ وشنو دا يشوفون؟ طيب تعال خل نعرف اجزاء هاي النظارة. هاي النظارة بيها اولا ذاكرة داخلية وبيها شاشة، بالاضافة الى انه بيها كاميرا، اضافة طبعا الى النظام اللي يطلع بالشاشة. هذا النظام ما حد يقدر يشوفه غير اللي لابس نظارة. تقدر تتحكم بالنظام عن طريق العين وعن طريق حركة الإيد. هسه الأمور بلشت توضح أكثر، صح؟ لما تريد تختار تفتح اليوتيوب مثلا، تحرك إيدك وتدوس بهالبساطة. احنا نشوف انه الشخص يضغط بشكل عشوائي، بس هو دا يضغط على تطبيق او يفتح نافذة او ينقلها لمكان معين، مثلا يسحبها من اليسار الى اليمين. فكل الامور دا تصير داخل بيئة افتراضية. مع العلم هو دا يشوف كل شيء حواليه عن طريق الكاميرا الموجودة بمقدمة هاي النظارة. هاي التقنية راح تسوي ثورة، ما اعرف سواء ويا البشر او ضده، بس اغلب الناس دا يقولون انه الموضوع مخيف، وهاي التقنية راح تعزل البشر عن العالم نفسه. فأنتوا شنو رأيكم؟ اكو فيديوهات جاية تخص هذه المواضيع وتفصيل أكثر. هاي هي الأبل فيجن برو. لا تنسى تتابعني حتى تعرف أكثر عن التكنولوجيا اللي تفيدك بحياتك اليومية. كان وياكم محمد من قناة مونتوغرافي، وانتظرونا في فيديوهات جاية. في امان الله.